علي انا شلون؟ هذه الدراسات تقول ان احنا اكثر ناس طلاق، اكثر ناس احنا مثل لا سمح الله ادمان، اكثر ناس احنا مشاكل اسريه، عرفت شلون؟ نعم. بعدين اكثر ناس احنا بعد عمر معين معرضين للامراض كلها، وهذا الدليل عندكم. شوف يعني الاخ يوم اعطاني اياهم تو تفاجات انه حبوب ضغط وسكر وكوليسترول ودهون ما ادري شنو، هذا واخر شيء وعنده احتياط بعد. وما عندنا يعني للاسف احنا الادارات كلها السابقه والحاليه لم تنصفنا بالمطالبات. يعني انا ما قلت انا قاعد اتعامل 4 مليار دولار، ايش قاعد تطالب لي بالشهر؟ انت شنو طالب لي؟ شنو معاشي انا؟ لا انا الحين لو اروح البحرين اخذ دبل، اروح الامارات اخذ 3 اضعاف 4 اضعاف، غير الامتيازات، غير الامتيازات، لا تذاكر عندك تذاكر امتيازات كتذاكر ولا مثل اوادم بونص ولا حتى يحطونك طبيا ولا شيء ايضا ابدا مع ان البحرين غير طبيا. وفي نقطه ثانيه بعد، في علاقه مالت الماي وشفت زام الليل عندهم، هذا علشان لها علاقه بالكلام اللي قاعد تقوله طبيه، كان زين في طبيه لهم. اسمع شنو شفت الماي، زام الليل 10 ساعات انا دام يعطوني عشان هال10 ساعات دينارين، دينار واحد لو يدخن سجاير كان يخلصهم، دينار واحد ياخذونه مني عشان انا لازم ادفع حق الماي. احنا وين قاعدين بالصحراء، وين قاعدين احنا بالصحراء؟ شلون تدفع حق الماي؟ هم يجيبون لكم ماي فياخذون منكم دينار. دينار ماي، دينار ماي ودينار شو يسمونه ايش حقه. يعني على فكره احنا منطقه مقطوعه، لما نداوم من يجيب لنا اكل؟ احنا نجيب من بيوتنا. وتعرف اكل البيت اذا طبعا احنا مو هذا المهم عندنا. احنا شنو نقول؟ يا جماعه الخير لا تحطون المراقب الجوي تحت ضغط عشان لا يغلط، لا يسوي كارثه. صحيح، لا يسوي كارثه. الجميع مسؤول، سواء سلطه تشريعيه سواء سلطه تنفيذيه. وينكم؟ احنا الحين صار لنا 5 سنوات قاعد نحكي. اكو واحد فيكم وقف وقال لا؟ واحد وقف، كان السيد حسين القلاف وقف معنا، اعطونا العلاوه الفنيه، لكن شو اعطونا؟ 50 دينار. عشان شنو؟ تبي موظف يقول 50 دينار؟ المدرب كم ياخذ؟ صحيح. شنو الامتيازات اللي انا قاعد اخذها؟ انا ما قاعد حتى لا احترام. يعني طبعا القرار هذا بيد ديوان الخدمه المدنيه صح؟ بيد ديوان الخدمه المدنيه، بيد السلطه التشريعيه مجلس الامه. وانا في عندكم طبعا كما قلنا في شهاده راتب، لما انا اقارنها مع نفس الشهاده دبلوم. الاخ ياخذ شو ياخذ؟ طبيعه عمل، علاوه تشجيعيه، ياخذ بدل ضوضاء، يشتغل محطه توزيع المياه، حلو؟ التناكر ضوضاء، الطيارات مو ضوضاء؟ لا مو بشير، حلو؟ يعطونا علاوه. انت حديد تقول عطني المبشير، حلو؟ انزين يعطونا علاوه تشجيعيه، يعطونا مكافاه بدل اعمال اخرى، 5 علاوات يعطون. احنا نقول حق الاداره احنا طلبنا لكم، ايش طلبت لي؟ انت الحين انا هل من حقي انا اطالب 1000 دينار لو مو من حقي؟ من حقك تطالب بعد ب 2000 دينار. زين ايش حق انا يطالبون لي ب 50 60 دينار والمسؤولين يطالبون لهم بالالاف دينار؟ انا ودي اعلق على شيء قبل ان ناخذ هذا الاتصال. يعني لما نقول ديوان الخدمه المدنيه ما قصروا، والسيد محمد حمد الرومي راح يكون ويانا في الحلقه القادمه ان شاء الله، وراح نتكلم عن كل الكوادر وهو يعني مأمننا خير. اذا تكلمنا عن السلطه التشريعيه لاهين هم بالاستجوابات ولاهين في امور كثيره وسوف طال عمرك. اي لين تجيك السنه الجايه الانتخابات يفترون على الدواوين، ذيك الساعه ما تشوف. واحنا عددنا 100 اقل. الشغله الثالثه ال 50 دينار تزيد يعطونا اياها، كان زين الاسعار الثانيه توقف. ال 50 دينار يعطونك اياها مني، سعر القوطي الروب يصير 200 ربع دينار. دقوس يقول لك غلط، دقوس صار 750 فلس اليوم، بغيت ما اكله. يعني عند دقوس خلنا ناخذ اتصال من مراقب جوي بشار. انا ابي وجبات فيه. الو مساء الخير. مساك الله بالخير اخوي بشار. يعطيك العافيه اخوي. الله يعافيك. يعطيكم العافيه على البرنامج والموضوع الرائع. الله يطول بعمرك. سلمك حبيبي. تفضل. معكم اخوك بشار الكندري من حاليا موجودين احنا ببرج المراقبه مناوبين بالليل زام ليل. الله يعطيكم العافيه. عندكم ماي اهم شيء؟ لا موجود الماي. اذا ما عندكم خلنا نعطيكم ماي من فلوسنا. الله يكثر خيركم. وياي ترى. يعطيكم العافيه. الله يطول. تفضل ابوي. يعطيك العافيه. انا بس حبيت اشكركم على الموضوع اللي طرحته، والصراحه مهنه المراقبه الجويه ما هي مهنه سهله وصعبه. صحيح. بشار قول قصتك. قول قصتك بشار. بشار بسرعه قول قصتك. اي لموضوعكم المكلسن ولا شيء ثاني وغيره كان ممكن. لا المكلسن غير. غير. تفضل اخوي بشار. عبد الله يبيني اقول قصتي. عبد الله كذا طار الكويتيه
شلون؟ تفضل. قصدك عن الطياره الكويتيه؟ قصدي انت صار فيك لما تقديرك شوي ما كان صحيح، شنو صار معك؟ نعم. اللي صار بغى يوقف قلبي، هذا كل اللي اقدر اكمله. بس وقف قلبك؟ لا شيء ثاني بعد. تكلم بكل صراحة، أنت في منبر الرجل يعني في برنامج يتكلم بكل صراحة، ولا نتعدى على حدود الآخرين، يعني احنا ما نجرح ولكن نتكلم بالواقع والصراحة. احنا نبي بالنهاية نبي ان احنا نصلح المجتمع، هاي حلول للمجتمع. ان شاء الله. تفضل. الموضوع اللي كان عندي طيارة، كنت توني مستلم الزام، يعني نعم. كان زام ليل بعد. نعم. فكان يعني عندي طيارة كويتية جاية، وكانت عندي طيارة شحن. نعم. لا قول لي بشار، عشان نختصر، بشار قول شنو صار بعد ما صار معك، شنو صار فيك، شنو الكوابيس والاحلام والشغلات هذه؟ طبعا صار لي موقف يعني خطر، حسيت ان الطيارات بغوا يكفخون ببعض وكذي خلال ثواني. طبعا حزتها ما قدرت اشتغل، حالتي النفسية تعبت، ورحت عند دكتور نفسي. بعد الاحلام اللي جتني، اللي بالليل ما اقدر انام، اللي قاعد افكر شلون سويت كذي، شلون صار كذي. نعم. فرحت عند طبيب نفسي ووصف لي حبوب ليل يوم قاعد اخذهم، وقفت عنهم فتره ورديت اخذهم ليل يوم، كل يوم حبه بالليل تخفف الضغط على الشخص، يعني تريح الواحد، ترخي اعصابك. وزين هذا ما ياثر عليك في شغلك اخوي؟ لا انا سالت فيها الدكتور، قلت له هذه انا اشتغل وظيفتي مراقب جوي، وهذا فيعني هل تاثر عليك؟ يقول لا ما تاثر. واعتقد ان قيمتهم اكثر من البدل اللي انت تاخذه. دينارين. لا البدل ككل. البدل ككل. بدل ككل يعني احنا الماي مشكور اخوي بشار، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. تصدق الكتب اللي يكتبون، انا اتوقع الكتب اللي يكتبونها او الجداول اللي ينزلونها هذه اكثر من دينارين يعني. قيمه الاوراق بس اغلى من شو اسمه. شنو ودكم رساله توصلونها من خلال برنامج الرجل قبل ان ننهي هذا اللقاء اخوي احمد؟ احنا شكل ما قلنا شغلنا السلامه. البيئه الان بالمجال الجوي الكويتي تحذر بوقوع لا سمح الله كارثة، وهذا اللي أكده التقارير الرسمية، سواء اللجنة الوزارية، سواء شركة سيركو، سواء اللي احنا نكتبه، سواء اللي كاتبه المستشار الملاحة الجوية، كل هذه تؤكد هذا الحكي. احنا قاعد نقول حق المسؤولين لا تصير كارثة، خافوا على الكويت، خافوا على أهل الكويت، على ضيوف الكويت، الفلوس تتعوض، لكن عيال الكويت ما يتعوضون. لا هم لازم تصير كارثه، وبعد الكارثه شو يصير؟ الله يطول بعمرك، يدفعون تعويضات قيمتها مليارات. زين حزتها يحسون انه في كارثه. زين انا قاعد احمي البلد اول شيء، وقاعد احمي مع ان انتم موضوعكم كله ما راح يكلف مليون، زين بس هم ودهم يدفعون مليارات. احنا فلوس زايده. عموما احنا نقول، انا اقول لا تصير عندنا كارثه وتؤرخ بدال سنه الهدامه، شو يقولون؟ سنه كارثه الطير. لا ان شاء الله ما تصير. ان شاء الله ما تصير. عندنا ولي امر يعني اللهم لك الحمد يستمع، والله الحمد لله يعني عندنا اولياء امور. تفضل طال عمرك. شنو اللي في شيء طبعا اهم شيء شكل مطالب المراقبه الجويه الحقه، اللي هي التطوير، اللي هي الاهتمام، اللي هي الاجهزه الفنيه. عموما على فكره على سالفه الاجهزه الفنيه، انتم سمعتوا عمركم الناس تتكلم بالطيران ان احنا راح نحدث اجهزه المراقبه الجويه؟ لا، راح نزيد العدد الركاب، راح نزيد الطيارات. ليش؟ لان هذا المكان لازم احدث شيء عندك، لازم انت توب. لكن انا لو اقارن نفسي مع المحيط، انا متاخر صار لي فوق 15 سنه. انا ما لا احنا نقارن نفسنا مع اي دوله ثانيه فقيره. ليش ما نقارن؟ يقول لك ليش تقارن؟ انا عارضك بهالشغله، ليش ما نقارن يعني؟ انا اذا ما قارن يعني، انا اليوم اذا ما اقارن بالدول اللي حوالي، ايش اللي ينقصني عنهم؟ اذا بتقارن ايد ولا ريل؟ لا ينقصني ايد ولا ريل؟ لا. ينقصني عقل؟ لا طبعا. ما ينقصني هذا، فلوس ينقصنا؟ ما ينقصنا. اولياء امور على العين والراس، من اروع ما يمكن، فاتحين البلد على الاخر. هذه رسالة لأكبر مسؤول. احنا نوصلها إلى الوالد إن شاء الله، والوالد هو أكيد يعني إن شاء الله راح يوصلها شيء. مشكورين جدا. نعم احنا للكوادر في كل المهن وكل التخصصات، وإن شاء الله يكون معنا السيد محمد الرومي ويجاوب على هذه الأسئلة كلها والمطالبات، وأنا متفائل خير إن شاء الله. الله يعطيك العافية. تسلم. مشكور وما قصرت. نطلع معاكم الفاصل هذا وعودة معاكم لبرنامج الرجل.